في صلاتنا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدنا من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ ليه؟ هو الله لا يسمع غير هذا؟ الله يسمع كل شيء، ولكن ما معنى سمع الله لمن حمده؟ القرآن يا أخواننا يذكر السمع على سمعين: سمع الصوت وسمع الاستجابة. فقال في الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون. هنا يسمعون سمع الاستجابة. في البقرة قال فاسمعوا واسمعوا، لا تقولوا راعنا وانظرنا واسمعوا. شو يعني واسمعوا؟ احنا سامعين. شو يعني واسمعوا؟ يعني استجيبوا، اطيعوا. مرات بين لك اياها، قال اسمعوا، قالوا سمعنا واطعنا. هلا الاطعنا تأكيد الاستجابة، هي استجبنا فاطعنا استجابة. واضح يا اخوان؟ فسمعت صوتا في ناحية البيت، هذا ليس استجابة. انما اذا كان الصوت دعاء فقلت سمعت يعني اجبت. واضح يا اخوانا؟ فاذا رفعت من صلاتك فقلت سمع الله لمن حمده، حقيقة انت ما قلتها ارتجالا، الله اوحى بها الى نبيه عليه الصلاة والسلام فعلمناها. انما قال عليه الصلاة والسلام من قيامه سمع الله لمن حمده، اي استجاب الله لمن حمده. شيء سمع استجاب. طب مجدوه، كبروه، تبارك اسم الله. اللهم اكتب لنا بكل نفس كتبته في أعمارنا تكبيرة وتسبيحة وحمدا وتهليلا ولو غفلنا ونسينا. آمين. فأنت بتقول سمع الله لمن حمده. أخوانا هذه جملة الدين. احنا قلنا سمع عن استجابة، هيك؟ إنما اسمع. طب استجاب في ايش؟ شو استجاب لك؟ طب شو يعني استجاب؟ ليش استجاب لك؟ يعني انت طلبت شيئا، صح؟ شيء؟ متى يستجيب الله؟ يعني انا طلبت وسألت ودعوت. سألت الله، دعوت الله فسمع لي. شو يعني فسمع لي؟ استجاب لي. يعني ابراهيم قال ان ربي سميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ان ربي سميع الدعاء. شو يعني سميع الدعاء؟ طبعا سميع الدعاء. وانت يا اخي سميع الدعاء. هاي تعال يا فلان، فانت سميع الدعاء. بس شو يعني سميع الدعاء؟ هو قال وهب لي، يعني استجاب لي، اعطاني. شوف يا اخواننا، لان ابراهيم سأل الله فاعطاه، فقال ان ربي سميع الدعاء. فالسمع هنا سمع الاستجابة، اسمع، فالعطاء. فلما قال سمع الله لمن حمده، هذا جملة الدين، هي حقيقة عظم الله. ده اقرب لك اياها، فكها. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ولا يستجيب حتى تدعوه. شوف يا اخوانا، يعني اعطى الله من شهد له ان له كل شيء. فهمت يا اخوانا؟ فهمتوا؟ يعني اذا قمت من ركوعك فقلت سمع الله لمن حمده، انت تشهد، يعني بقول لك الله كل هذه بعطيك. فبالتالي سمع الله لمن حمده يعني سمع الله لمن حمده، يعني قربنا استجاب الله لمن حمده. احنا قلنا شو يعني حمده؟ اذا انا حمدت الله اي شهدت ان كل شيء لله. فاذا تقول سمع الله لمن حمده يعني اعطى الله من شهد لله ان له كل شيء. فهمتوا يا اخوان؟ اعيد حقك، هذه مهمة جدا. احنا اغلب صلواتنا اعادة لا نعلم ما هي. سمع الله لمن حمده، السلام والسلام، هيك يعني اماني. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. انت هل تظن يا اخي ان يعني صلاتك كصلاة عثمان رضي الله عنه، او كصلاة عمر، او كصلاة الصديق، او كصلاة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا رجل لما قال سمع الله لمن حمده تؤمن السماوات كلها على دعائه هو. ليه؟ يعلمون انه
يعلم. أنا وأنت يا أخي نرطل ولا نعلم شيء. فسمع الله لمن حمده، يعني معناها أعطى الله من سأله ما سأله إذا شهد له بالحمد أن لله كل شيء. فهمت؟ فاحنا من كل ربنا ولك الحمد. ايوه سلمت. هل انت قمت بعلمك الله؟ قل لي الله يعلمك انه انا اعطيك ما شهدت لي ان لي كل شيء. معنى هذا سمع الله لمن حمده. فبقول لك الله اذا اردت ان اعطيك، فانا الان بكلمك بسر الاستجابة. هو بيقول لك انا بستجيب ما دمت تشهد لي بالحمد، اي ان كل شيء لي، فاذا شهدت ان كل شيء لي اعطيتك. شيء يا اخوان واضح؟ فبالتالي هذا سر الاستجابة، ان تدعوه وانت موقن انه مجيب وان كل شيء له. شيء يا اخوان؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ اللي سمعته. فإذا قمتم من ركوعكم مجدوه وتعلموا ما تقولوا، وهذا جملة دين يا أخوانا، الحمد الدين. فلما تقوموا من الركوع قولوا هذه. هلا فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة سمع الله لمن حمده. هو علمنا أن نقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. قال رجل من أصحاب النبي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فلما التفت النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام قال من قال كذا وكذا؟ العربي خالص كده صحابي انه شو بيصير؟ قال انا. قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها ايهم يحملها لله. بس بدي تسمعوا منها كلام. العربي قح ويعلم دينه. اسمع كيف يترجم الحمد. قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويشهد أن كل شيء لله. كلام هذا كلام عالم عاقل أن كل شيء لله. فقال اللهم ربنا لك الحمد، لأن الحمد أن كل شيء لله. قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فأعجبت الله وأعجبت الملائكة. واضح يا اخوان؟ لما علمنا أن الدين على الحمد، وأعجبت النبي لزاما عليه الصلاة والسلام. فهمنا يا اخوان؟ فإذا قلتم سمع الله لمن حمده أي أعطى الله من سأله، لأن هذا السائل أتم ما عليه أن يشهد لله أن كل شيء لله. فإذا شهدت لله هذا ما لله عليك ولك عند الله، أي يستجيب لك فيعطيك. واضح اخوانا؟